مواطن تونسي يعيش بالخارج حب يرجع لبلد الإقامة متاعه، يا أخي الديوانة كوانسات وفما خلتوش يخرج. علاش؟ خاطر عنده قضية قديمة أو عنده مشكلة قديمة مع الديوانة يلزم يفضها من 2017، والمشكلة ذيك ما تفضتش حتى وفت ال5 سنين. كما تعرفوا أي واحد يعيش في فرنسا ولا في أي دولة في الأوروب ولا في أمريكا يبقى 5 سنين خارج تونس، 5 سنين ويطيح الحكم متاعه. يا أخي هو كي جا راجع قال لهم ردي جا معناها 5 سنين والحكم طاح، وهاو قرار المحكمة، راي المحكمة قالت لي عدم سماع الدعوة. يا أخي ما خلوش يرجع لإيطاليا، خلوه كوانسي، منعوه من السفر، قالوا له كانك تفض امورك. الراجل يعلم به ربي اكيد عنده مسؤوليات، اكيد عنده خدمه، اكيد عنده دار، اكيد عنده دي فاكتور في البلاد نتاع الاقامه نتاعو، اكيد باش هو مهدد باش يخسر اوراقه. ميساج ماذا بينا الحالات هذه ما عادش تتعاود، ماذا بينا تشوفوا له حل السيد يعني اللي عنده مشكله باش ما تطيحش الاقامه نتاعو. وسواء كان يبدا عنده صغار ولا يبدا عنده يعني كما تعرفوا راهي مسؤوليه في اوروبا، يعني راك تغيب نهار تدخل الدنيا كل بعضها. هذاك علاش حاولوا كيفاش ما يدخلنيش في السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه، ما يحاولوا الامور هذه يسهلوها خاصه على المواطنين اللي يعيشوا برا، خاطر عندهم اولويات. معناها شطر عيشتهم في اوروبا وشطر عيشتهم في تونس. ماذا بيا ان شاء الله نكونوا وصلنا الفكره، وان شاء الله هو الاخر، وان شاء الله ما عادش تتعاود للمواطنين اللي يعيشوا خارج حدود الوطن.